يا مساء الخير. معادنا النهارده مع فيديو جديد، وفيديو النهارده هرد على سؤال جالي على فيديو كنت عملته من فتره طويله: ازاي تلمي شعرك الطويل بطريقه صحيحه تحت الباروكه. السؤال اللي جالي ان هو بيبقى شكل الباروكه بيبقى مرفوع، بيبقى شكلها مش حلو وهي معموله ضفيرتين زي ما هي معموله على المانيكان دلوقتي. فالفيديو النهارده هنجرب مع بعض هل شكلها فعلا بيبقى شكلها مش طبيعي، وهل ليها حل ولا لا. ولو انتي اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، انزلي بسرعه اعملي سبسكرايب للقناه وفعل الجرس، متنسيش تعملي لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا الفيديو. فعلا في الفيديو اللي فات لما عملت الطريقه الصحيحه لم شعرك الطويل تحت الباروكه، ما كنتش جربت شكلها على الباروكه ممكن يكون شكلها عامل ازاي، هل الباروكه فعلا بتبقى مرفوعه او لا. فاحنا النهارده هنجرب على اقصر طول للباروكه عشان نشوف شكلها عامل ازاي، وهو الطول اللي هو الفرنساوي، كاريه فرنساوي، وهنشوف شكلها عامل ازاي وهل ليها حل ولا لا. اول حاجه هنلبس الملكان البونيه. وانا بلبسها البونيه هرد على سؤال دايما كان بيجي لي، هما سؤالين صراحه بخصوص البونيه ده: هل البونيه اصلا بيجي مع الباروكه، يعني هل انا بطلبه ولا هو بيجي مع الباروكه، وايه لازمه البونيه، يعني انا ممكن البسها من غيره. هو البونيه بيجي مع اي باروكه ايا كانت نوعها، بيجي لك بونيهين من النوع ده او اللي هو الشبك ايا كان اللي كان متوفر ساعتها. اوكي، تاني حاجه ايه اهميته؟ اولا بيلم الشعر كله تحتيه زي ما انتم شايفين كده، يعني لو انت مستعجله وما سرحتيش شعرك بيبقى هنا بيبقى هايش مثلا، هو بيلم كل حاجه. غير كده لما بتيجوا تلبسوا الباروكه من غير البونيه، ساعات الكوبشه اللي فيه اللي هي بتتحط في التدريجات او الكليبسات او المشاط اللي فيها بتروح شاده الشعر وانتوا بتلبسوها، فبتوجع جدا. يعني انا جربتها اكتر من مره كده، يعني ساعات ببقى مستعجله بتشد الشعريه بتوجع جدا وممكن تتقطع، فده بيحميها بيلم شعرك ايه كلها. انا كده لبست الملكان البونيه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. تمام، هنجيب الباروكه هنلبسها اقصر باروكه اللي هي الفرنساوي، هنلبسها لها كلها اهي، ونتاكد ان هي البونيه الشعر كله دخل فيه زي كده. الناحيه التانية برضو اهو نلبسها لها عدل ونعدل الشعر بالطريقه دي اهي كده اهو، كانك لبستي ايه الباروكه اهي، ونسرحها عشان نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. لو انتم ملاحظين معايا الشكل عامل ازاي من هنا، بصوا عاليه اهي، فعلا انا ما كنتش خدت بالي من دي اهي، يعني انا عايزه اثبتها اهي. بصوا عاليه ازاي، تحسوا ان هي ليها بامب كده، يعني عامله ارتفاع شكلها مش حلو. ومن الناحيه التانية شكلها برضو مش حلو خالص، يعني من واقفه قدامها شكلها بصوا عاملين ازاي، يعني تحسوا انها عاليه او شكلها مش لطيف. طب احنا ممكن نحلها ازاي؟ هي انا جربت حاجتين، حاجه هقولها لكم والتانية انا جربتها. اول حاجه ممكن تلمي شعرك الطويل تحت الباروكه عن طريق الطاقيه، تعملي شعرك طاقيه او دوامه، بس ما تستخدميش بنس كتير، يعني ما تبقاش كلها بنس، خلي البنس تبقى من تحت، ولو في حاجه من فوق بعد ما تلبسي البونيه شيليها، تتشال من تحت البونيه. تمام. دي طريقه الطاقيه، وانا هحاول اتعلم لكم الطريقه ازاي تتعمل لو حد مش عارف يعمل طاقيه، لان في ناس بتعملها بفرق كده وتلف شعرها كده، او تاخدها بعرض الراس وتعملها كده. فانا هحاول ان انا ايه اتعلمها لكم وابقى ملكها كويس عن الملكان واوريكم شكلها عامل ازاي. الطريقه التانية هي بنفس فكره الضفاير، بس احنا هنيجي نعمل الضفيره بس هنخليها صغيره بحيث ان احنا لما نلفها كده يبقى اخرها ناحيه الودن، ورا الودن كده، تبقى تحت الودن كده، يبقى ده الجزء بس اللي متضفر والباقي ايه سايب. اوكي، فاحنا هنجربها دلوقتي ونشوف. اهي هفك الضفيره شويه، هنجيبها عند حته صغيره اهي فوق كده مثلا اهو، والناحيه التانية برضو هنفكها كده اهي، برضو حته صغيره كده اهو، صغيره جدا اهي. تمام، فاما نيجي بقى نلفها كده، بصوا بقى اخر الضفيره فين اهي، تحت كمان اهي مش باينه. ولو ده شعرك مثلا بنسرحه كده اهو، وبنجيب البنسه اللي كانت معانا، البنسه دي هتتشال في الاخر اهي، وهلم الشعر او هلف الشعر زي الطاقيه، جزء منها عامل زي الطاقيه اهي، وهشبكها كده مثلا، لا خليها الناحيه التانية عشان اعرف اسحبها من تحت البتاع اهي، هخليها كده. تمام، وهجيب النص التاني برضو هسرح الجزء بتاعه من تحت عشان يبقى الشعر كله ايه متسرح كده ومفكوك اهي، من تحتها ومن فوق الشعرايه دي
وهتصرف برضو هاخد البنسة اهي تبقى كده، وهنجيب البنسة التانية ونشبكها كده عشان ايه نسحبها برضو اهي انها تمسك بس ايه الشعرية. دلوقتي هنلبس البونيه بتاعها تاني اهو، نلبسه لها تاني كده ونلم الشعر فيه كله اهو. بيبقى سهل بقى، ممكن تظبطيه انت بايدك تحتيها تبقي ملكاها اكتر. يعني برضو التعامل مع الملكان غير الشعر بتبقى حاجة صعبة شوية اهي. زي ما انتوا شايفين اهي لميناها اوكي اهو، ونحطها على بداية المنابت وكل حاجة. وممكن نرفع بقى دي كده شوية اهي. ادي اول بنسة خدناها، التانية اهي خدناها اوكي، ونعدل اهي نعدلها تاني كده اهي، ما فيهاش اي حاجة. زي ما انتوا شايفين لبسناها ايه البني. وكل ما انت تعمليها فلات بايدك تبقي ملكاها اكتر عن الملكان كمان. ونجيب نفس الباروكة اهي ونروح ملبسناها لها كده اهو اهي هنا كده اهو، كله بقى تمام. البني اهو ودي اهي، ونرفعها كده ونسرح الشعريه ونشوف بقى اتعدل الشكل شويه ولا لا اهي. بصوا اختلف تماما، ما بقاش فيه البومبي ده نهائي. بصوا اهي بصوا وهي مظبوطه كده اهي اهي بصوا. ولو انتوا حاسين لسه فيها كده، كل ما تنيموا شعركم اكتر كل ما دي هتنام. يعني انا برضو مش ملكاها قوي غير ما حد يبقى مالك شعره تحت البونيه، بس بقت شكلها الطف بكتير مما كانت الاول. يعني الاول كانت صعبه، كنت حاسه انها مرفوعه اكتر من كده بكتير اهي. بصوا عامله ازاي. وانا ساعات في الحاجات اللي هي الفرق الثابت دي بحب مثلا ان انت تغيري الاتجاه بتاع الشعريه بتاعتها كده بايديكي كده، فبيديها منظر تاني برضو كويس. بصوا عامله ازاي شكلها حلو قوي كده. انتوا ايه رايكم؟ اتظبطت كده اتعدلت كده معدوله اكتر، ولا انتوا شايفين ان هي لسه مش ولا فيها بومبي؟ انا حاسه ان ما فيهاش بومبي اصلا اهي. بصوا يعني حتى الجنب ده ما خف الشعر منه ما تخرته. بصوا نايم نايم. وكل ما تظبطي تحتيها الشعر تنيميه اكتر هيبقى باين اكتر ان هو فلات، مش هتبقى عاليه على الراس خالص. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. كانت اجابة السؤال بتاعتي. ولو حد عنده طريقة تانية ممكن نجربها يبعت لي، يكتب لي في الكومنتات يكون جربها مثلا ونفعت معاه، اكتبوا لي في الكومنتات. لو عايزين تتواصلوا معايا ممكن تبعتوا لي على الفيسبوك او الانستجرام او التيك توك او الواتساب، وكل اللينكات هتلاقوها في صندوق الوصف من تحت. مستنية استفساراتكم واسئلتكم ومستنية رأيكم. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.